أفكارك هل ستبقى هي أسلوبك؟ هل سيبقى هو أم سنشاهد بعض المتغيرات في الفكر ربما الدفاعي أو الهجومي؟ ولكن معروف على طارق السكتيوي مدرب يحبذ المغامرة لكن بتوازن في بعض الأحيان، لأنه الهدف دائما أن نشاهد كرة جميلة وأهداف كما عودنا طارق في مسيرته مع الأندية وكذلك مع المنتخب الأولمبي. الملاحظة الأساسية في تشكيلة المنتخب المغربي مهدي مشخشخ أول حضور رسمي، يحيى 23، سليمان 9، مزيزي رقم 24، ثم ناضو 3. هذه صعبة لكن فيها متابعة بعد ذلك لحارس المرمى مهدي في الرواق الأيمن. إذا هذه أهم مفاتيح بالنسبة لمنتخب تنزانيا اللي شاهدناه في اللقاءات الدورة. مرة أخرى أيوب خيري مع ميري، ثم المنيوي وصلت لي بولكسوت، يرفع بولكسوت لكن بعيدة إلى ضربة مرمى. الكرة ضربة مرمى لفائدة المنتخب التنزاني. النقلة والانطلاقة والهربة لميري، يمشي ميري الآن، يدخل ميري الآن، يتوغل ميري والركنية الأولى. الكورنر الأول مغربي، الأسبقية كانت للمدافع، التمريرة الطولية في اتجاه ميري، انطلق ميري يتفوق لمجال المرور. هنا قد تأتي العرضية، نرد بين من العرضيات هو المهدي الأحرار في الأولى. المهدي الأحرار توصل على الطرف الأيمن، بولكسوت يمشي بالتمرير المليوي الآن، يخرج من الرقابة، يلعب الوان تو، التسديدة بعد ذلك ولكن حارس المرمى سليمان. بهذه الطريقة في وسط الميدان والسرعة في التحول الآن والبينية الآن والتسديدة. برافو الأحرار، برافو في أول اختبار، برافو في أول تصدي، برافو في أول امتحان يا الأحرار. يغلق الزاوية اليمنى ويبعث الكرة إلى الركنية، أول ركنية لفائدة منتخب تنزانيا. نردوا البال يا شباب من كرات في وسط. بولكسوت يطلب الكرة الآن يا ميري، العرضية صابر بوكرين، بوكرين أعطى تمريرة ليون المنيوي، المنيوي سدد. برافو صابر لمسة قصيرة ممتازة جدا في منتهى الذكاء من صابر بوكرين، والمليوي هنا بحس الهداف يخطف كرة نوعا ما، لكن هذا في إطار التوازن بين الشقين الدفاع والهجومي في ظل طبعا خطورة بعض اللاعبين التنزانيين، في ظل خطورة بعض اللاعبين التنزانيين. وهذه حركة استعراضية، حركة فنية هنا شبه مقصية. نعم تأتي بهذه الصورة عن طريق مزيزي. هذه أول كرة توصل لمزيزي، أول كرة توصل لمزيزي وسط مدافعين. لمنيا بالعمري يتقدم الآن، يدخل يتوغل يعطي باس بالعمري 1-2 لكن لم تنجح. سال بعد ذلك لحارس. هذه الكرة لا زالت تنزانيا والخطورة قريبة من منطقة الجزاء، والهجمة لم تنتهي بعد، والكنترول حاضر والكروس حاضر والعرضية حاضرة. المهدي برافو المهدي الأحرار. هذه كرة خداعة، هذه كرة كانت رايحة للقائمة الثاني في نهاية المطاف. المهدي في التموضع كان ممتاز، رجعت في لحظات يضغط فيها المنتخب. يأتي مسار الدوري للمغرب، تكلم على الرجاء لفار جيش وبركان. هذه التسديدة فيها ركنية، الركنية الثانية لفائدة المنتخب المغربي. بولكسوت من جرب حظه، بولكسوت تقريبا من 25 متر باليمنى قوية، لمسة المدافع غيرت المسار. حارس المرمى، نعم حارس المرمى يلمس حارس المرمى، حاضر بفعاليته امام المرمى. هذه الكرة تنزانية العرضية، المهدي الأحرار سهل بعد ذلك يقطع مسار هذه الكرة. رجعت تنزانيا، حذر من التسديد، الدفاع عن اسباش خطيرة جدا. المهدي الأحرار أول مرة ينجح فيها المنتخب التنزاني في الانفراد بحارس المرمى، أول انفراد في المباراة. لحسن الحظ أن المهاجم التنزاني لا هو سدد على اليسار واليمين، بل سدد في المكان المتواجد فيه المهدي الأحرار. لا أهداف في الفصل الأول، إن شاء الله الأمور تكون أفضل، إن شاء الله فرص أكثر، إن شاء الله أهداف تكون حاضرة لحسم هذه الموقعة، موقعة ربع نهائي الشان. مشاهدينا الكرام شكرا لكم على المتابعة، نلقاكم بعد حين إن شاء الله. فرص تأتي الأهداف، الفرص لازم تصنع 4 5 6 فرص، يعني واحدة منها أو 2 نسجل هدف أو هدفين، الأمور تسهل بعد ذلك. بأي صورة وبأي عناوين وبأي طريقة يا طارق من أجل الوصول إلى بر الأمان والعبور إلى الدورة. السرعة في نقل الكرة الآن، ربيع البينية ممتازة، وهذه فرصة جول، هذه فرصة جول، غير معقول كيف ضاعت، لا زالت مغربية.
الثانية غير معقول. الثانية غير معقول. كان ممكن يمرر بولكسوت. لا زال الهجوم ولا زال الضغط ولا زالت المهارة ولا زال الحضور يا بولكسوت. يا بولكسوت في خطأ يا بولكسوت، في فاول يا بولكسوت. ولو انه الصابر بوغرين وبابا يا صابر يرفع كرة بالراس الأولى والتسديدة الثانية. ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ في خطأ، هل في خطأ تسلل؟ هل في خطأ تسلل في اللقطة الماضية؟ إما في الشامبيونز. هذه كرة من طرف اللاعب المليوي. ميري يرفع العرضية في اتجاه المليوي لكن خروج حارس المرمى. صابر بوغرين، وينك يا صابر؟ أينك يا صابر؟ فينك يا صابر؟ صابر بوغرين الآن عنده الكرة ممتازة لميري. ميري عبر، ميري العرضية، يلا يا المليوي. تأخرت يا المليوي. الله على كرة قدمها ميري، مستوى كبير في اللقطة الماضية من ميري. كيف قدم الكرة الأمام، كيف الاتجاه تماما على الطرف الأيسر. هذه قد تكون صعبة. الأحرار على مرتين. برافو يا ولد، الأحرار. صابر بوغرين، صابر يمشي بينية ممتازة. هذه ممكن، هذه جول. هو من غيره أسامة المليوي في المكان الممتاز، يعطي الأفضلية للنخبة المغربية. برافو، أحلى كرة يقدمها أسود الأطلس، أحلى كرة والزهير الأول من جانب أسامة المليوي في بناء هجومي مثالي، في لقطة وفي تيكي تاكا وفي هجمة منسقة في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة. أنها بصورة مثالية أسامة المليوي على طريقة الكعبي وعلى خطى أيوب الكعبي بذكريات الشان 2018. سجون في الصورة، الباس رائعة جدا. هنا تلعب الركنية في القائم الأول، لا زالت مغربية. ربيع يهيئ نفسه للتسديد. الكرة للأمام، فائدة التنزاني في دار المدافعين. رد البال يا بولكسوت، هذه عرضية. يا سلام عليك يا الأحرار، يا سلام عليك من عبيد. بينما الكرة هنا التنزانية البينية خطيرة جدا. مرت سلامات كيف تركوا المجال للتسديد. هنا التسديدة والاختبار الأول وردة الفعل الأولى بعد هدف اللاعب أسامة المليوي. غير معقول كيف مرت الكرة الماضية. هذه الإعادة مرة أخرى، مر من وسط لاعبين. يمكن بولكسوت في هذه البطولة يعطونا صورة مثالية. بينما الكرة الراسية الأحرار بعد ذلك. بولكسوت ما شاء الله اللاعبين. بولكسوت برافو يا ولد. بولكسوت يمرر، توصل لميري. هيا والتسديدة مرت عالية. الكرة تدور بشكل ممتاز. انطلاقة من الجهة اليسرى، حذر من التسديد. الباس، هنا فرصة لتنزانيا. مرت عالية. لحسن حظنا أنه غير مركزين في التسديدات لاعبين التنزانيين. هذه الإعادة مرة أخرى. الكرة الماضية أتساءل أين كان الدقائق الأخيرة ستكون صعبة لأن الضغط سيكون كلي لعناصر منتخب تنزانيا. أرجع كرة تنزانيا مرفوعة. الأحرار برافو الأحرار في 6 دقائق. الكرة الأمام، مفيد، عندك يا مفيد، اتركها يا مفيد. بالعمري لا زالت يا بالعمري، شوت، اضرب، الثاني يضيع، الثاني كان قريب. نعم، سليمان يتصدى. بولكسوت والصافرة الختام. نعم، صافرة الختام توني هذا الحوار بسلام. هدف أسامة المليوي يعبر بنا، يحلق بنا إلى المربع الذهبي، إلى نصف النهائي. برافو يا أسود، حقيقة كنتم أسود وكنتم أبطال في هذه المباراة. لعبتم 90 دقيقة.